السمك بالطول والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد راخر محبوب لله في لله. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. رزقك موجود رغم الشهادات وبإذن الله مندوب مبيعات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أنا النهاردة هكلمكم عن التعليم. التعليم في مصر غير التعليم في أي دولة تانية، كلنا عارفين كده ومحدش يقدر ينكر كده. أول حاجة التعليم 4 طوابق. أول طبقة التعليم الحكومي، التعليم العادي اللي هو العربي، تعليم مدارس تجريبية حكومي برضه، مدارس خاصة، ومدارس أمريكان وبريتش، بريطانيا وأمريكا. أول حاجة هنديهم تقديري بكل طبقة. أول طبقة هي طبقة المدارس العربي. طبقة المدارس العربي بصراحة ملهاش تقدير. تاني طبقة المدارس الخاصة ممكن نقول مقبول، المدارس التجريبية ممكن نقول مقبول، المدارس الخاصة ممكن نقول عليها جيد. المدارس البريتش أمريكان ممتاز 100% ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. وعلى فكرة وزارة التعليم عارف كده وحاسب كتاب ويقول لك ايه مفيش قدرات، واي وزير يعمل كده يقول لك مفيش قدرات وقاعد ينهب ويسرق. ما بتكلمش وزير التعليم الحالي طبعا كده يعني، وقاعد ينهب ويسرق ويطلع عينينا في المناهج الزفت اللي بنحطها. لما يبقى كتاب واحد عامل زي ده كده، شايفين يا جماعة الصمت؟ الطالب هيحصل كل ده ازاي؟ الطالب هيحصل كل ده ازاي؟ وده ترم واحد لسه في ترم اتنين. طلعوا علينا في الترم الأول يدوا 15 أجازة يوم ولا 16 يوم أجازة، ويطلعوا بقى الترم التاني بقى. طبعا الترم التاني بيبقى أصعب من الترم الأول، بيدوا 3 شهور أجازة على الترم التاني، مع إنه نفس المدة ونفس حجم الدراسة ونفس كل حاجة، مش عارف ليه. طب ما يقسموا أجازة الترم التاني ده على الاثنين ويأخروا بداية الدراسة شوية، يعني الدراسة تبدأ في شهر 10 وناخد هنا 2.5 وهنا 2.5 شهر. صح ولا مش صح؟ يدوا للطالب فترة إنه يرتاح ما يكرهش الدراسة، يقللوا المناهج، يقللوا كمية المعلومات. احنا يا جماعة المنهج المصري أكتر منهج فيه علوم. أنا هنا في السعودية بصيت في كتاب علوم تاني إعدادي لسه بياخدوا الجهاز الهضمي والجهاز العصبي مش عارف ايه ده، الكلام اللي احنا خدناه في سنة 4 5 ابتدائي. طبعا ده ما ينفعش. لما ناخد المعلومة عشان بعد ما نخلص الترم او بعد ما نخلص سنة مساحة صح؟ بص ما حدش يقول لي ان انا بفضل فاكر المعلومة، ما حدش في مصر يقدر يقول لي انا بفضل فاكر المعلومة مش عارف ايه. كل طالب بينسى المعلومة بعد انتهاء السنة كأنه بيشيل الكتاب من دماغه. بس انا هسيب الخانة بين الطبقات دي. اول طبقة هي طبقة العربي العادي، المدارس العربي الحكومي العادي. وثاني طبقة طبقة المدارس التجريبي، المدارس التجريبي، المدارس العربي. اول حاجة المدارس العربي كثافات بيبقوا حاطين زي خشبة طويلة خشبة طويلة بيبقوا حاطين عليها العيال، مش انا عليهم، حاطين عليهم العيال. مدارس
تجريبي بيبقوا حاطين ديسك. التجريبي بيبقوا حاطين ديسك، بيبقوا حاطين عليه، بيبقوا عاملين عليه 5. لما يجي المدارس التجريبي دول يطلعوا يكتبوا اللي على المستر بيكتبه، لو كلهم طلعوا في نفس الوقت الكراسة او الكتاب اللي هيكتبوا فيه في ده مش هيبقوا فيه حد كتاب اننا يقع من على الديسك، لان الديسك حجمه قد كده كده مثلا، الديسك حجمه كده، لما يقع عليه 5 اذا انا قاعد دلوقتي ممكن واخد حجم الديسك ده، لما اجي اطلع كراسة وانقل عليها انا نفسي واخد حجم الديسك، ما بالك 5 قاعدين عليه. ايه انتوا بتشوفوا ايه انتوا؟ العربي بقى، خد عندك العربي لما يجوا يكتبوا 25 واحد قاعدين على الخشبية محطوطين فوق بعض على الخشبية، لما يجوا يكتبوا 20 هيقعوا و5 هيفضلوا على الديسك. بيتكلموا في ايه دول؟ يقول لك ما عندناش امكانيات، ما عندناش قدرات. السيتويشن بتاع مصر، موقع مصر دلوقتي في الدول التعليمية ممكن يكون آخر دولة تعليمية، آخر دولة. مصر دولة فقيرة التعليم، نسبة الجهل عالية، نسبة الفقر عالية، نسبة كل حاجة عالية، ما هذا طبعا نسبة الغنى، نسبة التعليم، نسبة المرض والتلوث عالية. نرجع لموضوعنا تاني. لما يجي طبعا المدارس العربية لما يجوا يدرسوا كمبيوتر مش عارفين من رسم التلميذ بس عارفين شكله، مفيش اصلا حاجه يدرسوا عليها. التجريبي بقى من اولى ل6 ابتدائي، ودوت عندنا في المدرسه عندنا في مصر، في المدرسه عندنا انا هنا في الصالح في مصر. لما يجي دول من اولى ل6 ابتدائي ليهم كمبيوتر واحد بس. لما يجي 50 واحد كل واحد بس يدوس على الكيبورد. الكيبورد عشانك يا جماعة، الكيبورد عشانك. وبعدين يجوا يتخانقوا بقى مين يطلع الأول، مين يقعد الأول، مين يقعد الآخر. ده مفيش نظام يقول كده، مفيش حاجة تقول كده. ولما يبوظ محدش يسأل فيه. ركزوا في الحتة اللي جاية دي. إنما بقى من إعدادي لحد ثانوي معمل كمبيوتر مثلا فيه 6 أجهزة. ليه بقى؟ يعني هم حاطين 6 أجهزة عشان لما يجوا يستعملوا واحد هم أقوى طبعا من أولى ل6، فالجهاز معاهم بيعيش أقل، فلما ده يبوظ يستعملوا بعده، لما ده بعده يبوظ يستعملوا بعده، على آخر السنة يكونوا مستعملين كله يعني. هنقارن دلوقتي هنقارن بالمدارس واللغات الأمي والمدارس الخاصة. طبعا المدارس في فرق شاسع، يعني لو تخيلنا الفرق شاسع طبعا. يعني مدارس اللغات بيبقى رينج الطلاب فيها ما بين 50 ل30، المدارس الخاصة ماكسيموم يعني 20. فالكلام في تاني حاجة طبعا زي ما احنا قلنا من 6 ابتدائي، من أولى 6 ابتدائي كمبيوتر واحد بس. هناك معمل كمبيوتر من أولى 6 ومعمل كمبيوتر من إعدادي ثانوي. هنا مش معمل، يعني ممكن يكون معمل صغير. حاجة تانية بقى، المدرس اللي بيدرس طبعا المدرس ده أحسن من المدرس ده. ليه؟ لأن مدرس المدرسة الخاصة بيفكر ازاي يوصل المعلومة للتلميذ دايركت، لأنه بياخد مرتب عالي فمش هيحتاج إنه يدي دروس. لكن مدرس المدرسة الحكومي ياخد مرتب قليل، فبالتالي هيسعى إنه يدي دروس. فدوت هو الفرق في المدرس. فمش همه طبعا الطالب يفهم معلومة ما يفهمهاش، مش همه طبعا.
تاني حاجة نظافة المدرسة، والمدرسة صراحة تبقى نظيفة. الولاد ما بيرموش حاجة. هنا برضو المدرسة يعني إلى حد ما بتبقى نظيفة يعني، لكن الفصول لأ. الفصول لأ. وده كان المدارس الخاصة ومدارس اللغات. دلوقتي هنقارن بين المدارس الخاصة ومدارس الأمريكا والبريتش. المدارس الخاصة 20 زي ما قلنا 20 طالب. مدارس البريتش ممكن يكون نفسه برضه 20 طالب في الفصل، بس تبقى حاجة أعلى بقى. مدرس بيبقى يعرف يتكلم إنجليش مع الطلبة، يعرف يتفاهم، أسلوبه عالي عن المدرسة الخاصة، ومرتبه عالي كمان. مدرسة الأمريكان بريتش بيبقوا ممكن لكل طالب لابتوب، كمبيوتر لحاله في المدرسة كده يعني. دوت أصله مش هيبقى واحد بيدفع 45,000 أو 60,000 في مدرسة ابنه مبيستفادش منها، ما كانوا مدخلوا مدرسة خاصة. أكيد في فرق يعني. تاني حاجة نظافة المدرسة 100%، تعقيم كل حاجة. الخاصة ممكن تبقى أقل شوية، بس هو ده. قبل ما أختم حواري عايز أقول حاجة بس عن التعليم. يا ريت وزارة التربية والتعليم يقلل المنهج المصرية عشان الناس عشان الطلاب ميدوش المعلومة، لأن بانتهاء العام الدراسي الطالب بينسى المعلومة، مع إن المعلومات اللي بيدوها المنهج المصري طبعا معلومات قيمة، معلومات كويسة جدا، لكن النظام دوت ما بيخليناش نستفيد بيه. مين قال العلاء في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلاء في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. ابله عطيات بتاعت الدراسات هتغيب اسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. قالوا في اوروبا العلاء جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا